يا صباح الورد والياسمين على أحلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. صباحكم مشرق بنور الله. تعالوا نشوف مين معايا في المطبخ وهنبدأ يومنا ازاي. فيديو جميل ان شاء الله تستمتعوا بيه. حطوا لنا لايك حبايبي واشتراك في القناة. اديني عقلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعيني في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وربنا يجعل ايامكم كلها يا رب فرحة وسعادة وهنا. اللهم امين يا رب العالمين. اخواتي وحبايبي بشكركم مع تعليقاتكم الحلوه واشتراكاتكم كمان، يعني بشكر اي حد داخل عندي جديد. بقول لكم شرفتوني ونورتوني على راسي من فوق، والله وجودكم شرف ليا، واللي مستمرين معايا واللي معايا من زمان وكل واحد معايا في القناه طبعا. بشكركم حبايبي عشان عايزين تكبروا بخاطر، بقول لكم ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو النهارده طبعا هنقول كده جالنا ضيف، طبعا انتوا عارفين انا في شقه في راس البر بنصيف، وجالنا بقى كده يعني مش ضيفه ولا حاجه، هي برضو يعني هتشوفوا كل حاجه وهتعرفوا معايا في الفيديو. بس حطوا لنا بقى كده لايك للفيديو واشتراك في القناه بفضل وليس امرا. ويلا بقى كده قبل ما نبدا الفيديو النهارده نقول ايه زي ما احنا متعودين، ولو ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الامال وتشفي بها كل مريض وتعطي كل مشتاق بالذريه الصالحه والخلف الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. بحق الصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اخواتي وحبايبي تعالوا بقى كده نشوف فيديو النهارده ايه اللي حصل. طبعا زي ما انتم عارفين وقلت لكم ان يعني في شقه في راس البر بنصيف بقى لنا كده 6 ايام. فوجئنا بقى كده باختي جايه عشان تقضي يوم معانا قبل ما نروح، وجايه بقى كده هي وابنها طبعا. انا واختي وازواجنا يعني معانا كل واحد في شقه. ولقيت اختي بقى كده جايه لنا فجاه عشان تقضي اليوم معانا بعض. طبعا قابلتها زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه طبعا هي ما كانتش راضيه تفطر وقالت خلاص مش هنفطر وكده، جايين من السفر يعني تعبانه هي وابنها وكده. فقلت لا لازم برضو كده ان يعني اكله كده ولقمه الحبايب مع بعض ولو عيش وملح. طبعا الاخوات طبعا كلنا عارفين الاخوات ما بتعوضوش، والاخوات يعني حاجه كده يعني في ترابط قوي، فلازم يعني الاخوات كده حاجه نعمه، ربنا يا رب يديمها نعمه في حياتنا. اخواتنا طبعا ما بتعوضوش، والاخ والاخت اهم حاجه في الدنيا. وطبعا يعني اللي بيحب اخواته طبعا هو اهم حاجة في الدنيا، يبقى بيحب الناس كلها. فطبعا انا بحب اخواتي اكتر حاجة عندي، ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. فطبعا اختي جات لي وبعد ما جهزنا فطار وفطرنا قلت بقى كده يلا نستغل بقى كده فرصة وجودها بقى كده. طبعا عمري ولا عمري استغل وجود اختي معايا ان انا اشغلها ولا ان انا اعمل، لكن طبعا هي جت وعمل نعمل سوا. طبعا زي ما قلت لكم هي مش ضيفه، هي يعني صاحبه بيت، وقمنا وعملنا سوا جهزنا فطار. طبعا انا سبتها الاول يعني ارتاحت وكده، وبعد كده بعد ما جهزت الفطار قامت بقى كده كنت انا هروق واغسل. يعني طبعا أنا كل يوم كنت بقى لازم ان انا اروق الشقه كده بالميه بقى والبريل وكده ونغسل ودون ونخلي كده، والبرندة والشقة كلها تكون كده نظيفة وتكون يعني حاجة كده. احنا جايين نغير جو وجايين نتفسح، فعايزين بقى كده القعدة نفسها تكون قعدة مريحة. فكنت كل يوم اعمل كده. طبعا هي قالت بقى عنك كده، وانا بصراحة لما صدقت طبعا تشيل عني يعني هو الشغل وانا ورانا ولا ايه؟ يعني عايزين نتفسح وعايزين ننبسط. بصراحة سبتها تعمل معايا وقلت يلا بقى كده فرصة، أختي حبيبتي هتشيل عني. وطبعا هي على طول شايلة عني في تعبي وفي كل أي مناسبة عندي ألاقيها هي تيجي، وربنا يخليها يا رب. طبعا ولا عمري أنسى وقفة أختي جنبي ولا وقفة إخواتي جنبي لما تعمل معاكي معروف. اوعوا تنسوا المعروف، سواء أخت أو أي حد غريب، لما حد يعمل معاكم معروف اوعوا تنسوه ولا تنسوا جميل اي حد. طبعا ولو بدعوة حلوة، يعني لو ما قدرتوش تعملوا حاجة يعني فعل، لو بدعوة حلوة انتوا تدعوها لأي حد يعمل معاكم معروف، يعمل معاكم يقف جنبكم بأي حاجة، ده طبعا تبقى ناس محترمة لما حد يقف جنبك في الزمن دوت بأي حاجة. سواء بمساندة، أي مساندة بقى كده يعني بتبقى لها، مش لازم بقى كده مساندة بالفلوس ولا مساندة لا أي حاجة أي معروف مهما كان، ده طبعا لازم ان احنا نقدره بينا وبين بعض. فلأن نكر الجميل أو نكر المعروف ده حاجة يعني بتبقى والعياذ بالله. فطبعا لازم ان احنا كده نفتكر ربنا في كل حاجة، لما حد يعمل معروف معانا لازم ولو بدعوة حلوة ان احنا نفتكر كده اختك، تفتكري حد غريب عمل معاك معروف تفتكري. فطبعا اختي كانت شايلاني على طول في كل حاجة، سواء في البيت شغال ناس شغالين عندنا في البيت تيجي تعمل معايا، تعبانة تيجي تعمل معايا،
في اي ظرف الاقي اختي بصراحه ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه ويخليها لي. وطبعا لما جت وزي ما انتم شايفين برضو اهي قامت، ومش قال بقى كده جايه يوم اتفسح وجايه يوم ان انا اقعد، قامت برضو وروقت معايا الشقه وحضرنا الغدا، هنشوف ده كله مع بعض وروقت اهي. يعني شالت عني بصراحه زي ما قلت لكم، يعني لان في البيت انا طبعا ما عنديش بنات، فانا بعمل كل حاجه في البيت من كل حاجه. طبعا حتى لو ابنك حب يساعدك بتلاقي يعني لو عشان طبعا هو ولد وكده، لما بيساعد بحاجة بيبوظ كام حاجة قدامه. يعني ابنك عشان ابنك يجي يساعدك كده في اي حاجة يعني كتر خيرهم اولادنا كلنا ربنا يبارك فيهم يا رب. لو هو في مخه ان هو يعني بيساعدك في حاجة او في كده، هتلاقي تدخلي المطبخ تلاقي كام حاجة باظت قدام. فطبعا انا بعمل كل حاجة زي ما انتم شايفين كده لوحدي، وهي دخلت ايت معايا بعد ما روقنا الشقة وكده انا وهي. دخلت بقى كده على الغداء اهيت. كنت انا طبعا اول ما جت على طول طلعت الفراخ من الفريزر، كنت واخداها معايا وكنت حطاها في الميه زي ما انتم شايفين كده وغسلناها. طبعا كنت نقعها في ميه وملح وليمون، غسلتها اهيت. وبعد كده حطيناها في مصفى الاول، صفت اي حاجه فيها، واعمل بقى كده التتبيله. طبعا انا سبتها تعمل كل حاجه بطريقتها وكل حاجه زي ما هي عايزه. تقول هتديهم هتعملهم ازاي، قلت لها زي ما انت عايزه، احنا بقى اللي هناكل النهارده من ايدك. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما غسلتهم غسله حلوه تبلتهم زي ما انتم شايفين كده. وحطينا بقى كده اللوري والقرفه وحبهان وكل حاجه، بهارات اللحمه وفلفل اسود وكل حاجه حطيناها. وحطيتهم بقى كده على النار، وخدت بقى كده الرز عشان تغسل الرز اهوت. وهنعمل بقى كده شويه رز بسمتي. وزي ما قلت لكم يعني انا وهي شغالين في المطبخ، بس بصراحه شلت عني حتى وانا بقى ما دام واقفه كده لوحدي في المطبخ، بتلاقي حد تكلميه، بتلاقي حد يونسك، حد بيشيل عنك طبعا. غير ما انت لو شغاله في المطبخ لوحدك، لو ما انشغلتيش بقى كده بذكر الله والصلاه على الصلاه والسلام، هتلاقي مخك يودي ويجيب في حاجات ملهاش اي لازمه. اي مشكله كانت حصلت من زمان، حد عمل زعلك بحاجه، حد فرحك، يعني حاجات كتير هتلاقي يعني مخك بقى كده هيودي ويجيب. لكن هي كانت بصراحه واقفه معايا في المطبخ عمال نضحك ونهزر وكل حاجه. قلت فينك من زمان يا ست الكل يا حبيبه قلبي. فزي ما انتم شايفين اهوت حضرنا بقى كده الاكل اهوت. عملت الفراخ وكانت بقى هتعمل زي ما قلت لكم رز بلدي مصري، بس هنعمله بطريقه البسمتي، يعني اللي هي اللي هنعمله بالكركم، وبرده اللي هو الرز المبهر. هنعمل ايه، بنشوح بقى كده البصله اهيت، وبعد كده بنحط التوابل والبهار اللي هي القرفه وحبهان ولوري مع البصله كده. وبعد كده هنحط الاول السمنه اهيت، وبنحط بقى كده البهارات اللي انت عايزاها، وتقلبي كده ده كله مع بعضه. وبعد كده بتحط الرز وياخد له، يعني تحط بقى عليه معلقه الكركم والملح، تظبطي بقى كده الملح بتاعه، وتزودي بقى كده شوربه على ميه بس، شوربه بس زي ما انت عايزه. وبعد كده هنشوف هنعمل. طبعا هي بتحط هنا سمنه على زيت. وبعد كده هنحط بقى زي ما قلت لكم البهارات الصحيحه، لورا وحبهان وعود قرفه وليمونه مجففه، ده كله كده مع بعضه ياخد بس كده. نطلع بس النكهات بتاعه التوابل البهارات الصحيحه ديت. وبعد كده هنحط عليه الرز على طول زي ما قلت لكم رز مصري، بس هنعمله بطريقه البسمتي. طبعا كنت انا هنا بقى كده طلعت بره. طبعا كنت واقفه بقى يعني اصور شويه، ابنها يصور شويه، ابني يصور، يعني مش كل طبعا الاولاد طبعا ما كانوش بيقفوا معانا خالص في المطبخ، هم عايزين يلعبوا وعايزين بس بره. فكنت بحاول اصور شويه اروح اعمل حاجه. فبصراحه لقيتها بقى كده هنا عملت الرز اهوت. وهتحط كمان معلقه كركم عليه عشان بس لونه فاتح شويه، تحط كمان معلقه كركم. وزي ما انتم شايفين اهوت هيبقى كده غدانا النهارده. هنعمل الفراخ ولسه بقى كده هتحمرها برضو، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. حطوا لنا لايك يا حبايبي، وفي اشتراك في القناه يفضل وليس امرا. وطبعا اخواتي يعني دخلوا اكتر من يعني متابعين ليا جداد، يعني هم اخواتي وحبايبي كلنا، بس دخلوا بيقولوا والله قناتك جميله وقناتك مظلومه مش عارفه ايه. يعني هم لسه اول مره قالوا نشوف قناتك واحنا في فيديوهات المصيف. بقول لكم والله العظيم كله خير وبركه، كله نعمه من عند الله، وكله لما ربنا يريد بحاجه بتلاقوها. فيعني لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. فطبعا لما ربنا بيريد مهما ربنا يخليكم ليا متابعين وحبيبي على عيني وعلى راسي، تبقوا برضو انتم سبب في نجاحي وسبب في ان قناتي تكبر، بس بفضل الله اولا ثم بيكم لما ربنا يريد. حبيبي شايفين بقى كده الرز عامل ازاي، بقول لها تسلم ايدك حبيبتي واخت حبيبتي. وحمرت الفراخ والخير على ايدهم الوردين. والفيديو جاي ان شاء الله هنشوف ايه اللي حصل. في رعايه الله حبيبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.